عقرب فنجانك النهاردة مش بيقول كلام، ده بيدي إشارة واضحة جداً لرقم 3 اللي باين قدامي، وممكن يكون سرك بعد 3 أيام أو يوم 3 في الشهر. وفي مكالمة تليفون هتيجي في وقت كنت فيه فاقد الأمل تماماً، والشخص اللي هيكلمك صوته مهزوز، وده أكبر دليل إنه عرف قيمتك بعد ما جرب غيرك. وتأكد إن الرزق المرة دي مش فلوس وبس، الرزق الحقيقي هو راحة بال من موضوع كان شاغل تفكيرك ومنيمك قلقان طول الليل. وبص يا هانم على طرف الفنجان من فوق، شايفة الشكل اللي زي المفتاح أو المقص؟ ده معناه إن في علاقة هتتقص من حياتك للأبد، وبمقابلها في باب مقفول بقاله سنين هيتفتح بمفتاح من ذهب. وانتي كنتي فاكرة إنك خسرتي، بس الحقيقة إن الفنجان بيقولك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. وفي ورقة رسمية أو إمضاء في طريقها ليكي هتغير مكان سكنك أو شغلك. وعارفة يا عقرب إيه اللي تعبك بجد؟ إنك بتمثلي القوة قدام الناس، وإنتي من جواكي محتاجة حد يطبطب عليكي. والفنجان باين فيه دخان كتير، وده معناه إن في حيرة بين قلبك وعقلك، فعقلك بيقولك ابعدي، وقلبك لسه متمسك بالذكريات. ونصيحة الفنجان ليكي النهاردة: صفي نيتك ونامي، واليومين الجايين هيحصل موقف يخليكي تاخدي القرار وانتي مرتاحة.